مش عارف ادعي ولا انا بتمنى حتى يعني. ده اللي يفتى والله بجد، انا عايز اعرف يعني دي معقول ريحوا برايق. اعمل ايه؟ اتعامل معاهم ازاي، ولا اعمل ايه؟ ادعي عليهم ولا ادعي لهم ولا اعمل ايه في اللي هم عملوه فيا ده؟ ممكن تقولوا لي يرد عليا بعد اذن يعني شيخ الازهر، انت يعني على النبي من فوق واخونا الكبير وابونا ودار الافتاء ترد عليا، يا ريت والنبي نزلوا لي حاجه كده، عايز اعرف. انا عايز اعرف، انا عايز اعرف، بس ده اللي انا عايزه. بس بتمنى ان الرساله توصل، وكل الناس اللي وقفت ضدي ارحموا الناس شويه. انتوا ما تعرفوش حاجه، ما تعرفوش حاجه. مش هينفع حد يجي يقابل ولاده ولا يبعت فلوس لحد ويقول لها همضي قاعد باكل، ولا لها همضي على الاكل اللي انت كلتيه، ولا همضي على اللبس اللي انا جبته لك، همضي على الفلوس اللي انا ببعتها لك. ايا ماليش دخل بقى، امك ما بتبعتلكيش، ستك ما كانتش بتبعت لك، الله يرحمها لما كانت ست طيبه. كل ده خلاص مفيش خالص انتوا حتى. طبعا احنا كلنا النهارده شفنا فيديو ابراهيم سعيد، ولكن انا اجيب لك الفيديو ليه بقى؟ طبعا كل واحد فيه اللي مكفيه. يعني انا النهارده حطيت بوست لابراهيم سعيد ان هو بيعيط، وكاتب الخبر بتاعه اللي هو ايه، بيقول لك مش عارف إيه، ولاده سعيدهم ولا لا، وطالب بفتوى من دار الافتاء والازهر. تخيل بعض الناس بتشمت فيه. الراجل اللي كان بيتكلم في كوره مع سواء شيكابالا او ابو تريكه او احنا نغلط او ننتقد كوره. انا راجل هو ما بحبش شيكابالا مثلا، وانتقد شيكابالا ممكن اهزر واتريق بهزار، لكن يقع في محنه واشمت فيه، اوعى. اخي انا ما بتقولش كده ولا دنيا بقول كده، اقسم بالله ما بيقولوا كده. الناس تشمت في واحد في محنه؟ لا يا جماعه، احنا وصلنا لمرحله الصراحه بجد، اقسم بالله ربنا يسترها علينا. تشمت في حد في مشكله، في محنه. ابراهيم سعيد مهما كان كنا بننتقده كتير سواء اهلي وزمالك، ولكن المحنه ربنا يفك كربه ويفك كرب جميع الناس ان شاء الله. ربنا يفك كربه. انتوا مش عارفين يعني ايه ده يا جدعان، يعني انتوا مش عارفين الحرقه اللي هو فيها. ما تشمتش في حد عشان ما يجيش في يوم حد يشمت فيك.